وسؤال الحلقه النهارده: ايس كوفي الازازه ولا المضرب ولا الخلاط؟ بالمناسبه انا طلبت المضرب ده مخصوص عشان الفيديو ده، وقبل كده كنت بستلف المضرب بتاع مرات اخويا وحابب اوجه لها رساله خلاص مش محتاجينك تاني. وطبعا هنوحد المقادير عشان كله يكون مظبوط. انا حامل اصلا عينات يعني، فهحط معلقتين قهوه بس، وادي الكوبايه الثالثه، معلقه واحده سكر، معلقه سكر بقى. الميه طبعا ايس كوفي الخلاط بنحط فيه كل حاجه، اللبن والتلج كل حاجه، فمش هنحط له ميه. نبدا بالازازه عشان هو اكتر واحد هياخد وقت. اعتقد كده خلاص كفايه. معايا 8 تلجات هنا، فهحط 3 و2 و2 كده كده. فنجان ونص لبن. اول واحد ايس كوفي الخلاط، اصبها واخليها ما تقعش، انا ببص لكم. ما بقاش. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. واخر فنجان ونص هنا. سبحان الله، خلصنا على النص بالظبط. بسم الله. ايه ده؟ خلينا نشوف ايس كوفي الازازه. بسم الله بقى. اوف، الافتر تيست مش موجود هنا خالص، واللي مستغربه ان طعم القهوه اقوى والسكر مظبوط. انا مش حاطط المكونات مع بعض قدامكم ولا ايه؟ ونروح لايس كوفي المضرب نقلبه الاول. بصوا ده مظبوط قوي، ده طعم القهوه فيه اقوى وعجبني قوي الصراحه. بتاع الخلاط ده ارموه في الزباله. فمين يكسب معانا في سلسله ال 50 جنيه؟ ايس كوفي الازازه طبعا.